شويه الموز اللي طريوا دول واسودوا اوعي ترميهم، تعالي اقولك نعمل بيهم ايه، وصفه لذيذه في منتهى الجمال. اكيد هنعمل كيكه يعني. هنحط الاول كوبايتين دقيق وننخلهم كويس جدا مع 3 معالق صغيره من البيكنج باودر، 1 2 3، رشه الملح، وننخل كويس جدا. جميل. سيبوا بقى ده كده على جنب. تعالوا بقى هاتوا الموز وهرسوه كويس جدا جدا جدا. تمام. لحد لما يبقى بالشكل ده هنحط بقى عليه الزبده الطريه ونضربهم كويس هما الاتنين مع بعض بالمضرب. وبعدين نبتدي نحط السكر شويه شويه، حبه حبه حبه، وبعدين نضربه كله كويس جدا ونتاكد ان هو اختلط تماما تماما. نبتدي ننزل البيض بيضه بيضه، وما تنسوش طبعا الفانيليا. جميل. نيجي بقى دلوقتي نبتدي نحط خليط الدقيق شويه شويه بالتبادل مع كوب من الحليب، اللبن الحليب كويس، واحده واحده. ما تحطوش الحليب الا لما تتاكدوا ان الدقيق اختفى تماما بالتقليب. قلب 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 واحده واحده لحد لما يبقى قوام الكيكه بالشكل ده. هاتوا بقى سلطانية وعايزين بقى زبدة ساقعة جدا من التلاجة، وعليها شوية الدقيق دول وشوية السكر البني ومعلقة القرفة الصغيرة دي، وبالشوكة تهرسوها كويس لحد لما تبقى عاملة زي الفتات كده. ولو الزبدة ساحت منكم حطوها في الفريزر. الصينية تدهن ونبتدي نحط أول طبقة، وبعدين نحط في النص شوية طبقة من الكرامز اللي عملناها، وبعدين حطوا بقى باقي الكيكة من على فوق الوش كويس. وبعدين تحطوا بقى اخر طبقه اللي هي طبقه الكرامز من فوق الفرن، وطلعت يا سلام. المطبخ ريحته تجنن تجنن. عايزين تعملوا شويه جليز بالسكر البودره واللبن، ماشي، حطوا بقى على الوش كده اهو. الله. وابتدوا بقى ايه بعد ما تبرد قطعوا. ايوه بقى، ايوه كيكه الموز الخطيره خطيره، الريحه في المطبخ تجنن يا ولاد تجنن. بصوا طريه ازاي، فين الشوكه؟ ايوه بقى، ايوه بقى، الله 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 الله. على طعم الموز. كيكه مظبوطه جدا، خفيفه جدا، مش دايت مش دايت، بس خفيفه، قوام مظبوط، سكرها الحقيقه حلو، واحلى حاجه بقى القرمشه اللي من فوق الوش دي في منتهى الجمال.